الله وبركاته. حبايبي كلكم وحشتوني، والنهارده هعمل لكم طريقه السينابون. هيبقى عباره عن معلقه خميره، تمام، وعليها 3 معالق سكر، تمام، وعليها كوبايتين ميه دافيه. هنبدا نقلبهم في بعض وهنسيبهم لمده 5 دقايق ونرجع مع بعض تاني. الخميره بقى لها 5 دقايق خلاص اهو. هنحط بقى بعد كده اللبن البودره، عباره عن 6 معالق لبن بودره. حطينا اللبن وقلبناه، وهنحط عليه معلقه ملح صغيره. هنحط برده معاه 2 بيضه، وعليهم معلقه صغيره خالص او نقطه صغيره فانيليا. مش لازم مضرب بيض خالص يا جماعه، مش لازم مضرب بيض. بعد كده 3 معالق زبده كبار، ده 1 2 3. الزبده اي نوع انت عايزاه، من عندك الزبده عايزه تبدلي بزيت، بس الزيت يكون نوعه نضيف ماشي. بحط كمان معلقه بيكنج باودر صغيره، وراها على طول الدقيق، تمام، وهقلب. هحط 6 كوبايات دقيق، هضيف عليه كده باكو كريم جانتيه. حطينا الدقيق والكريم جانتيه وكل حاجه حطيناها خلاص، وهبدا اعجن العجينه. دهنتها بحته زبده صغيره تاني في الاخر، وبسيبها لمده ساعه. دلوقتي يا حبايبي هنعمل بقى من العجينه تخمر، هنعمل الحشو. هنحط 3 معالق سكر، عليهم معلقتين قرفه، عليهم معلقه اللي هي بدون كاكاو، بدون سكر او غير محلى، جايباه من ابو عوف عايز اكون ضمناه اكتر. حبايبي هنبدا دلوقتي نعمل الصوص اللي بنحطه على وش السينابون. حطيت اهو كوبايه سكر، كوبايه ونص سكر مطحون، عشان نعملها زي الكريمه البيضاء اللي بتحط على وش السينابون، ماشي. وهنحط عليها 40 جرام زبده، وهحط عليها كمان جبنه بريسدون او اي نوع انت عايزينه. انا حاطه مثلا 6 قطع او 5 قطع جبنه بريسدون. الجبنه على السكر على الزبده، وهحط ربع كوبايه لبن. هو المفروض معلقتين، بس انا عشان مزوده الكميه هحط ربع كوبايه، وهحط معلقه فانيليا صغيره. حطيت الكميه كلها على بعض، وبدات اضربها بمضرب الكهرباء، زي ما انتم شايفين كده، لونها بقى ابيض خالص وجميل اهو، كريمي خالص. بس هضربها تاني وبعد كده احطها في التلاجة. وكده عملنا الصوص اللي على الوش اللي هو الكريمه البيضاء، وعملنا الحشو، والعجينه مستنيه تخمر. حبايبي قطعتها اهوت 5 قطع او 6 قطع، تمام، وهبدا افردها واوريكم ازاي هعمل بقى، اشتغل فيها ازاي. بصوا حبايبي انا فردتها كده خلاص. انا ايدي كان فيها شويه قرفه جم عليها، وهبدا ارش كده حته زبده كده اهو، احط عليها الزبده بالفرشه زي ما شفتوا، وهبدا احط فيها الحشو، وهبدا الفها، تمام، واحطها في الصينيه. احط الحشو بقى قد ما تقدري كلها تكون حشو، عشان ايه؟ تبقى مليانه كده قرفه، يبقى طعمها حلو. اهم حته هي الحته دي، بنلفها رفيع قوي كده زي ما شايفين كده اهو. ابرمها بالراحه كده، اجيبها كلها تبقى مع بعضها اهو، على اساس دي هتبقى قلب السينابون. ابرمها اول ضغط عشان ما تفكش منك. اضغطه كويس جدا، كان بقى في القطايف، بقفله كويس قوي عشان ما تفكش منك اهو. الصينيه كان نقطه زبده صغيره، وهبدا اقطع وارص فيها. بقطع كده السمك كده حسب ما انت عايزه السمك، بعد كده كمان كده اهو، تمام. وبمسكها كده بايدي اهي، واقوم مطبطها كده صغيره بايدي كده. لسه هتخمر معاكي اصلا، هسيبها تخمر نص ساعه. حبايبي زي ما انتم شايفين كده الكميه بسم الله ما شاء الله زادت في قلب الصينيه. هبدا اخبزه بقى وهوريكم. حاجه تانية ان هسقيها في قلب الفرن بعد ما تستوي شويه، تحمر من فوق وتحت حاجه بسيطه. احط عليها الكريمه المخفوقه وعليها قشطه. حبايبي بدات ارش عليه الكريمه المخفوقه بالقشطه، تمام. والقشطه ديت حسب ذوقكم انتوا، حسب انتوا عايزين. حبايبي بحط عليه الصوص الابيض اهوت. لايك واعجاب، والهنا والشفا.